تعالوا نحضر أحلى كيكة هشة وخفيفة وقطنية وطعمها يجنن. شوفوا طراوة الكيك وهشاشته خطيرة. وقبل ما نبدأ في الوصفة ما تنسوش تضغطوا لايك وكمان تكتبولي كومنت حلو تحت الفيديو. ويلا نبدأ ونشوف حضرناها ازاي. أول حاجة معايا 4 بيضات، ويفضل تكون كل حاجة بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليها كيسين من الفانيليا وكوباية ونص من السكر. هخفقهم كويس جدا لحد ما السكر يدوب معايا. اهم حاجة ان السكر يدوب معايا. ممكن نعملها في الخلاط او ممكن نعملها بالمضرب الكهربي، بس انا استخدمت المضرب اليدوي عشان تكون كل حاجة اسهل. حطيت عليهم بعد ما السكر داب كويس جدا نص كوباية من الزيت. هديهم تقليبة سريعة كده، وهنزل عليهم بكوبايتين من الدقيق. ويفضل اننا ننخل الدقيق الاول، فانا كنت بحط شوية شوية كده من الدقيق وبنخلهم كويس جدا. مع الدقيق بقى هضيف معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، وكمان ما ننساش رشة بسيطة جدا من الملح. بعد ما نخلت كل المكونات كويس جدا هبتدي ان انا بقى اقلبهم كويس قوي. هتلاقوا في المرحلة دي ان خليط الدقيق والبيض والسكر تقيل جدا معاكم. دلوقتي بقى هنضيف اللبن، واللي بيدي هشاشة مش طبيعية للكيكة دي اننا بنضيف اللبن ساخن. انا بغلي اللبن جدا يعني ليوصل لدرجة الغليان، وبضيف عليه 6 معالق من الزبدة. بتفرق جدا جدا في الطعم، ولو مش موجودة تمام عادي جدا، بس بتخلي طعم الكيك وريحته في حتة تاني خالص. بعد ما ضفت اللبن المغلي والزبدة، شوفوا بقى قوام الكيكة اتظبط ازاي. في الوقت ده ابتديت اسخن الفرن على درجة حرارة 180، وابتديت ان انا الم الجوانب كده بسباتولا علشان اتأكد ان كل حاجة اختلطت كويس. في الوقت ده حضرت الصينية بتاعتي، جبت فيها ورقة زبدة ودهنت ورقة الزبدة بقطع صغيرة جدا من الزبدة. هدخل بقى الكيكة زي ما قلت لكم في رف اوسط على درجة حرارة 180. انا للاسف كنت مشغلة الفرن على درجة حرارة اعلى من 180، فخدت لون بسرعة من الجوانب ومن فوق قبل ما تستوي من النص، فهديت الحرارة واستوت كويس والحمد لله. لحقنا الموقف وكانت كويسة جدا. شوفوا بقى بعد ما خرجت من الفرن خطيرة ازاي. مش عارفة اوصف لكم هشاشة وطراوة الكيكة دي في حتة تاني خالص. جربوا ان انتوا تحطوا عليها اللبن المغلي، بتبقى طعمها خطير. واضافة الزبدة بتفرق جدا جدا في الطعم والريحة. بتخلي ريحتها مميزة جدا وغير اي كيكة حضرتوها قبل كده. شوفوا بقى عاملة ازاي. المفروض تبرد كويس قوي وبعد كده نقطعها، لكن انا بصراحة ما بحبش الكيكة غير وهي لسه خارجة من الفرن، ومع ذلك طالعة خطيرة وتحفة. شوفوا الجمال والحلاوة. قدموها بقى مع كوباية لبن دافي كده، حاجة كده تدفي في برد الشتاء اللي احنا فيه. وبس كده فيديو النهاردة خلص، اتمنى تكونوا استفدتوا منه وعجبكم. وكالعادة ما تنسوش تقولوا لي رأيكم تحت الفيديو، وتقولوا لي رأيكم لما تجربوا الكيكة وتعجبكم.